السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تحب أن تحج كل يوم 7 مرات؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد طبعا كل واحد فينا يتمنى أنه يحج ولو مرة واحدة. طب إن لم يستطع فالله عز وجل يعني أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فيعطي عطاء عظيما جدا لمن خلصت نيته لله سبحانه وتعالى، فيجعل هناك مكافآت لعباده الصالحين، من بينها ان احنا ممكن نفوز كل يوم ب7 حجات نافلة بفضل الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. طيب احنا بنخرج لكم صلاة؟ ل5 صلوات: صبح ظهر عصر مغرب عشاء. طيب والمرأة يا شيخ محمود ما تاخدش الأجر؟ تاخد نفس الأجر والثواب إذا صلت الصلاة في بيتها لكن في وقتها. بمعنى هتصلي الصلوات ال5 في بيتها، في وقت الصلاة بتقوم تصلي، تاخد نفس الأجر، يتكتب لها 5 حجات ب5 صلوات بفضل الله في وقتها وهي تصلي في بيتها. الله أكبر، أدي كده 5 حجات نافلة بفضل الله. طيب ورقم 6 كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة. طب والنساء برضه يا شيخ محمود واخدة نفس الأجر وهي ببيتها. من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 من الضحى كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة. يعني الرجل يذهب إلى المسجد فيصلي الصبح في جماعة ثم يجلس في المسجد يذكر المولى عز وجل، يعني يقول أذكار الصباح، فإذا انتهت أذكار الصباح جلس يقرأ ورده من القرآن لحد بعد الشروق بربع ساعة ثم يصلي 2 من الضحى. 1000 مبروك، يتكتب له كأجر حجة وعمرة تامة كنافلة. طب والمرأة لها مصلى في البيت، لها مكان بتصلي فيه البيت، سواء في غرفة أو في الصالة أو في أي مكان، محددة مكان بتصلي فيه. فإذا سمعت الأذان قامت وصلت سنة الصبح، ثم بعد ذلك صلت صلاة الصبح بفضل الله وتجلس في مكانها تذكر المولى عز وجل. فإذا انتهت أذكار الصباح جلست تقرأ وردها من القرآن لحد بعد شروق الشمس بربع ساعة ثم تصلي 2 الضحى فيكتب لها كأجر حجة وعمرة تامة. كده كم حج يا جماعة؟ كده 6 حجات بفضل الله سبحانه وتعالى. طب والسابعة كما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند حسن صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. الله أكبر. والمرأة لها نفس الأجر بفضل الله. بس نعمل ايه بقى يا شيخ محمود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه؟ بكل بساطة الرجل يذهب إلى المسجد يتعلم أو يعلم، يعني عرف ان في حلقة تعليم في المسجد مثلا درس علم فيروح يحضر، تمام كده. طب والمرأة تعمل ايه؟ لو عايزة تروح تحضر معاه في المسجد لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. طب لو عايزة تجلس في البيت وتاخد نفس الأجر بكل بساطة تعمل ايه؟ تشغل مثلا، تخش في مصلاها في البيت اللي بتصلي فيه في بيتها يعني، تمام، وتفتح أي درس علم تسمعه لأي واحد من الدعاة الثقات. ما تسمعش واحد مبتدع بقى بينشر بدع أو بينشر عقائد فاسدة، لكن تسمع لشيخ من الثقات الذين هم أصحاب عقيدة سليمة ولا يرون إلا الأحاديث الصحيحة. تفتح الدرس بتاعه سواء على الهاتف أو مثلا على لابتوب أو أي حاجة، وتجلس بنية طلب العلم
في هذا المصلى، سواء حتى درس ولو ربع ساعة أو نص ساعة، تستمع للدرس بنية إن هي جلسة لطلب العلم، تاخد نفس أجر الرجل وهو رايح يطلب العلم في المسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. آدي 7 حجات نافلة في يوم واحد. بالصلوات الخمس يحسب للرجل بذهابه إلى المسجد 5 حجات نافلة، والمرأة تاخد نفس الأجر وهي تصلي في بيتها. فأما في صلاة الفجر فهناك مزية أخرى، إن هيصلي الصبح في جماعة أو هي تصلي الصبح في بيتها، تمام، ثم يجلس في مصلاه وهي تجلس في مصلاها، يذكر المولى عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم يصلي كل واحد منهما صلاة الضحى، فيكتب لهما أجر حجة وعمرة تامة. فإن غدا الرجل إلى المسجد ليطلب العلم أو ليعلم الناس فكتبت له كأجر حاج تاما حجته، والمرأة لها نفس الأجر إذا جلست في مصلاها بنية طلب العلم، تستمع إلى درس لأحد المشايخ الثقات. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم من هذا الأجر العظيم ومن هذا الثواب العظيم، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.